سكان الأرياف يمثلوا الأغلبية بالنسبة للشعب الجزائري لحد الساعة، يمثلوا الأغلبية، وهذه الأغلبية لها الحق، كل الحق، باش تستفاد من الاستقلال متاع البلاد. في ربيع سنة 1972 انطلقت سيارة من العاصمة الجزائرية، كان على متنها الرئيس هواري بومدين برفقة سائقه الشخصي. وأثناء الطريق تعمد السائق رغم محاولة الرئيس أن ينزع التكلف عنه ويقربه منه، لكن السائق تعمد أن يظل صامتا منتبها ومحافظا على المسافة التي وضعها الزمن بينه وبين ذلك الرجل الجالس بجواره. السائق كان يعلم من الذي يجلس بجواره، ويعرف أن التواضع لا يلغي مكانات ولا مقامات الرجال. الرئيس هواري بومدين الذي كانت نظرة منه تكفي بأن يتجمد الدم في عروق الرجال. وفي رحلته التي لم تكن مبرمجة ولم يكن لها من داع إلا شوق الرئيس لصديق من نوع خاص وخالص، كثيرا ما كان يستدعيه إلى مكتبه كلما أراد الخروج من يومياته المتعددة بالمعارك والمتاعب. وكانت الانطلاقة من العاصمة والوجهة إلى مدينة العلمة بسطيف، وبعد مسار ساعات فوجئ السائق بالرئيس يقول له: توقف توقف. خرج الرئيس من السيارة وتبعه السائق حيث كان هناك راعي بقر، والذي ما إن رآهم ابتسم فرحا ومرحبا بهم. وما إن وصل الرئيس سلم على الفلاح وسأله: هل يتواجد اللبن؟ أجابه الفلاح: نعم موجود، سأذهب لأحضره من المنزل. وطلب منه أن يحرص الماشية حتى لا تذهب وتأكل من أرض الناس. أراد السائق أن يقاطع الفلاح وينهره ويكشف له من يخاطب، لكن الرئيس بومدين رمقه بنظرة حادة أن يصمت. وقام الرئيس برعي أبقار الفلاح هو وسائقه إلى حين عودته بإناء كبير من اللبن سلمه لبومدين الذي جلس على ركبتيه وبدأ يشرب منه قبل أن يمرره لسائقه. في هذه اللحظة سأل الرئيس هواري بومدين الفلاح: ألم تعرفنا؟ أجاب الأخير: لا يهم، هل أعرفكم أم لا؟ أنتم لجأتم إلي وأنا يجب علي أن أوفر لكم المأكل والمشرب وحتى المبيت إن شئتم. ابتسم فخامة الرجل وقال له: أنا الرئيس هواري بومدين. لحظتها سمع هواري بومدين ارتطم الفلاح بالأرض، وبعد أن طمأنه بومدين مهدئا إياه: لا تخف. فقال له الرجل الفلاح: كيف لا أخف وأنا أمرت الرئيس هواري بومدين أن يحرص لي الماشية؟ فرد عليه الرئيس: لا تخف، نحن حرسنا ماشيتك وأنت جزيتنا وأكرمتنا باللبن. هذه كانت حكاية الفلاح، حكاية تناقلتها المنطقة لتظل راسخة في أذهان الجزائريين.